الحيازة ولو تتويج أولمبي وحيد. مرارة الإقصاء تضاعفت بعد أن سقط العرجاوي والآخر ضحية صرامة قوانين الاتحاد الدولي للملاكمة. الأخير أنهى نزاله أمام منافسه الأمريكي بالتعادل 10 نقاط لكل ملاكم، ليحسم حكام الطاولة في نتيجة المباراة لفائدة الملاكم الأمريكي ديونتي ويلدر. قرار الحكام فجر حزنا عميقا لدى محمد العرجاوي الذي انهار وأجهش بالبكاء بعد أن تحول تفوقه البين إلى هزيمة قاسية حرمته من تتويج مستحق. العرجاوي لم يتمالك نفسه ولم يقوى عن التعبير عن إحساسه وشعوره الدفين في ليلة مليئة بالأحداث الساخنة. كنقول الحمد لله، هذه أول مشاركة لي في الألعاب درت بهذا المستوى. كنت كنتمنى ندير الشعب المغربي شي مدى لي، ولكن ما جابش الله. كنت غادي مزيان في المقابلة، كنتسنى النصائح ديال المدربين كنحاول نطبقها، وانتم كتشوفوا ما جابش الله. لا، هو دابا الخطأ اللي الحكم ياخذاه بعين الاعتبار، تيقول لك هو الملاكم ديالنا كان تيدفع، ولكن خصكم تشوفوا في الفيديو بلا هو عطى جوج ديال الانذارات شفويه للخصم الامريكي، هو اللي كان تنظر اللي خاص يكون الانذار هو الامريكي ماشي المغربي. هو المغربي عنده غير انذار واحد شفوي ديال الملاكمه ديال المستقبل ديال محمد العرجاوي. غادر أولمبياد بكين من أوسع الأبواب بعد أن وقع على شهادة ميلاد ملاكم أطل على النجومية من نافذة بكين في انتظار التأكيد مستقبلا. لست خبيرا، طبعا أطرح السؤال هنا. يطلب من الملاكم الأمريكي أن يبتعد ثم يذهب ليخبر الحكام الخمسة الآخرون، وهم من كوريا، الإكواتور، جورجيا، إفريقيا الجنوبية، ثم إيطاليا كان أبا إنريكو هو الوحيد المتبقي الذي كان في مباراة أو نزال مصباحي. الآخرون لم يكونوا في نزال مصباحي، وأنا بحثت شخصيا حتى أرى هل هؤلاء نفس الحكام أو أغلبية الحكام كانوا معه. على أي حال سنشاهد أن الحكم سينبه مرة أخرى عرجاوي إلى شيء غير مخالف للأعراف الملاكمة. نتابع اللقطة الرابعة إذا كان بالإمكان. هنا ينذر، لا ينذر، هو ينبه الأمريكي لأنه استعمل كتفه. هنا العرجاوي سيدير ظهره ويقول له لا تلتفت، يجب أن تواجه وجها لوجه. أنا في رأيي لماذا استمر العرجاوي في ارتكاب هذه الأخطاء ويعرف أن الحكم يصطاد في الماء العكر؟ ربما ان العرجاوي ما كانش كيعرف النتيجه اللي مرسومه في السبوره. وثاني حاجه ما دور المدربين هما اثنين بالفعل، لانه كنت كنلاحظ انا حتى المدربين هنايا جوج مدربين كيتكلموا في نفس الوقت، لان وكذلك الملاكم العرجاوي ناقص من التجربه، لذلك فكان عليه واحد الضغط كبير